هذا الشيف المبدع حول البطاطس والدجاج إلى وصفة سحرية لا تقاوم. نبدأ بتقطيع 3 حبات متوسطة من البطاطس إلى مكعبات ونسلقها في ماء مملح لمدة 15 دقيقة. نشوح الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر في القليل من زيت الزيتون حتى يطرى. نصفي البطاطس ونهرسها مع 30 مللتر من الحليب وملعقة صغيرة من الملح ورشة فلفل أسود حتى تصبح كريمية ناعمة. نضيف الفلفل الملون المشوح ثم نفرد المزيج في صينية فرن. في وعاء منفصل نخلط 400 غرام من كريمة الطهي الثقيلة، عبوتين إكس 100 غرام، 4 ملاعق كبيرة من الخردل، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، ملعقة صغيرة من الكركم، ورشة زيت زيتون. نأخذ 3 صدور دجاج ونحددها بقطع مائلة متقاطعة من الجهتين، ثم نغمسها في خليط الكريمة. نضع الدجاج فوق البطاطس المهروسة، نغطي الصينية بورق ألمنيوم ونخبزها في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية 350 درجة فهرنهايت لمدة 50 دقيقة. اللمسة الأخيرة، نرش 200 غرام من جبن الموزاريلا المبشور على الوجه ونعيدها إلى الفرن مكشوفة حتى تذوب وتصبح ذهبية شهية.